الجيمس الأزرق والموسيقى وأبطال الحلقة الأولى من طاش مطاش، الجزء 19 في رمضان 2023 الآن. كالمتوقع تصدرت هاشتاغ مسلسل طاش مطاش الترند وحديث السوشيال ميديا بمجرد بدء عرض الحلقة الأولى منها على شاشة MBC على الساعة 7 بتوقيت السعودية. أشاد الجمهور باللفتة الجميلة من خلال تكريم الراحل عبد الخالق الغانم مخرج المواسم السابقة، كما أثرت هذه العودة على الجمهور الذي استرجع ذكريات الزمن الجميل مع سماع شارة المسلسل وظهور الجيمس الأزرق ونجوم العمل وغيرها. الحلقة الأولى من طاش مطاش العودة. فكرة الحلقة الأولى أصحاب الكهف فعلا لاقت أصداء إيجابية، واعتبرها الكثير بداية موفقة لهذه العودة، حيث تسلط الضوء على ما حصل في المجتمع من تغيرات خلال 5 سنوات، وهو ما يعادل مئات السنين. وتضمنت الحلقة الأولى جولة مع أبو هزار وأبو نزار في البوليفار، سوالف الكشتة، سواقة الحريم، وردة فعل أبو هزار وأبو نزار وغيرها. خلال رحلتهم إلى البوليفار شهدت الحلقة الأولى من مسلسل طاش مطاش العودة اعتراض أبو هزار عبد الله السدحان وأبو نصار ناصر القصيبي على سواقة الحريم في موقف كوميدي. كل أسبوع نبي نطلع، قرر أبو نزار ناصر القصبي أن يخوض تجربة السفر إلى البوليفار كل أسبوع هروبا من زحمة الرياض، ويؤيده أبو هزار. واستمتع عائلة أبو هزار وأبو نزار على الجيمس القديم في أجواء ترفيهية، حيث قاموا بالطهي خلال الرحلة. كان هذا ملخص القصير للحلقة الأولى من مسلسل طاش مطاش العودة خلال شهر رمضان 2023. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس لكي يصلكم كل جديد إن شاء الله، ودمتم في رعاية الله وحفظه، ورمضان كريم، وكل سنة وأنتم طيبين، وشكرا على المشاهدة.